الآن دعنا يا شيخ عبد العزيز ننتقل إلى حال شبابنا الإريتري في الداخل والخارج. كيف وضع هذا الشاب قبل الاستقلال، كيف كان وأين كان، وبعد الاستقلال كيف كان وأين كان، وأين هو الآن في أي مربع يسكن؟ ربما نخص شابنا الإريتري لأنه يلامس شأننا الخاص أكثر بكثير. ولو لاحظت كان في عهدي قبل الاستقلال كان لهم دور كبير في نصر هذه الثورة، لأن غالب الشباب هم الذين بنوا هذه الثورة. الشيوخ ربما الكبار كانوا كموجهين أو كقادة، ولكن معظم من قتل ومن بذل روحه في تحرير إريتريا هم الشباب. ولهذا السبب نقول دائما أن الشباب هم عماد أي أمة. إذا أرادت أن تحارب الأمة فلا بد أن يتقدم شبابها. ممكن الكهول يقودون كقيادة، يوجهون الشباب، تعرف الشباب في عنفوان، ولكن الذين يلتزمون القوة ويدافعون ويضحون بأرواحهم هم الشباب. ثم بعد أن تحررت إريتريا وكان منهم فدائيين، وكان منهم يعني الكوماندوس، وكان منهم الضباط، وكان منهم الشجعان، حتى كنا نسمع عن قصصهم أشبه ما تكون بأساطير الأولين لما كانوا مع جبهة تحرير إريتريا قبل أن تنقسم، وكانوا أيضا مع عثمان صالح سابق، وأيضا حتى مع الجبهة الشعبية. فكما تفضلت كان لهم حقيقة يعني إقدام وشجاعة نادرة، وأيضا كان لديهم أيضا فكر، وحقيقة أبلوا بلاء يذكر فيشكر في الدفاع عن الوطن.